إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبقى ننشر دين الحق، دين محمد وآل محمد. رحم الله والديك مولانا، شكرا لكم. تؤمن الناس، ومن لم يؤمن تصبح عليه الحجة أمام الله سبحانه وتعالى. بارك الله، رحم الله والديك، شكرا لكم. تفضل أخونا من فلسطين الحبيبة. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يبارك فيك، رحم الله والديك. الله يجزيكم الخير على هالبرنامج الطيب، وأسأل الله تعالى أن يكون في ميزان حسناتكم جميعا. رحم الله والديك. أقول: لآل البيت عز لا يزول، وفضل لا تحيط به العقول. أبوكم فارس الهيجا علي، وأمكم المطهرة البتول. الله أكبر. كفاكم يا بني الزهراء فخرا، إذا ما قيل جدكم الرسول. اللهم صل على محمد وآل محمد، طيب الله أنفاسك. اللهم صل على سيدنا. الله يبارك فيك أخوي وعد. أخو وعد، في استفسار حقيقة. نعم. حصل نقاش بينه وبين إنسان حول آل البيت. نعم. الآن المعلومة: آل البيت سيدنا علي، ستنا فاطمة، سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولكن هو يستدل بالآية التي في سورة الأحزاب التي ذكرت نساء الرسول، ثم قال في نهاية الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. طيب، الآن هناك تعارض ظاهر حقيقة نعم. بين الآية وبين الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فهل حقيقة آل البيت يشملهم، أو نساء النبي تدخل في آل البيت، أم آل البيت فقط هم المذكورون في الحديث، في حديث الكساء؟ يعني الأمور اختلطت عليه حقيقة، لأنه الأخ ذكر آية قرآنية وهي واضحة، السياق يتحدث عن نساء النبي، ولكن الحديث أيضا واضح جدا أن الرسول صلى الله عليه وآله جمع سيدنا علي وستنا فاطمة وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهم الصلاة والسلام. وكانت أمنا أم سلمة تريد أن تدخل في الكساء، فرسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: إنك على خير. يعني لم يدخلها في الكساء، وإنما اختصهم هم هؤلاء فقط. نعم. أحسن. فكيف نوفق يعني بين هذه الآية الكريمة وبين هذا الحديث الثابت الصحيح؟ والله يبارك فيكم. أحسنت على هذا السؤال، بارك الله بك. أولا أرحب بالسيد ميثم، ما شاء الله سيدنا، حياك الله وأيامكم عليكم بارك. الله يبارك فيكم بخير. السلام عليكم، أيامكم عليكم بارك إن شاء الله. حياك الله سيدنا، منور. ولادة سيد الكائنات سيدنا أنت حلو، مو حلو، بس اليوم طالع أحلى. الله يعزك، حجينا بوجودكم إن شاء الله. حيا الله أخونا أبو بكر. كيكة حياكم الله السيد. الله يحفظكم، الله يحفظكم في بكر، الله يبارك فيكم. شوف أخونا الكريم، بالنسبة إلى أنا راح أشرح هذا الأمر، وأرجو من الأخوة أن يعطوني وقت، وأريد من كل الأخوة أن يعني ينتبهوا. سأشرح الأمر شرح مبسط، وأريد خلع الانتماءات، وأن إنسان يسمع لي بقلب منفتح. أولا، هنالك سياق في القرآن الكريم. السياق بمعنى أنه الكلمات التي وردت أو الجملة التي وردت في سياق الكلام، فالجملة لديها أو الكلمة لديها عدة معان. أنا مضطر شوية أغلق الصوت لأن في تشويش حتى أتكلم براحتي. الجملة فيها عدة أو المفردة فيها عدة معاني، فشلون نعرف أنه هذا المعنى المراد، المعنى المعين كذا؟ مثلا رب، يعني أول ما نقول رب مثلا مصروفة إلى رب العالمين، لكن لما نضيف إليها رب العمل أو رب البيت يصير لا، المسؤول عن العمل أو اللي يمتلك الشركة وما شاكل ذلك. فالمفردات تفهم المفردة من خلال السياق، ما ورد في سياق الكلمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وردت في سياق مخاطبة نساء النبي محمد صلى الله عليه وآله. يا نساء النبي
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ثم قال لا تخضعن، ثم بعد لما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رجع مرة أخرى إلى الكلام بنون النسوة، فنون النسوة نون النسوة نون النسوة، ثم انتقل إلى الخطاب بجمع المذكر السالم الميم، ثم رجع إلى نون النسوة. فلما تفصل السياق تجد أن السياق في نساء النبي محمد صلى الله عليه وآله. الآن هل هذه الآية بناء على السياق في نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ حسب السياق المفروض يكون الجواب نعم، لكن لما نجد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، نجد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله موجود، وأن الإمام علي عليه السلام موجود، وأن الحسن والحسين كلهم موجودون في هذه الآية. طيب شلون الخطاب لنساء النبي وهنالك رجل بما فيهم النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام؟ شلون؟ إذا الآن احترنا. فالله تبارك وتعالى ماذا فعل؟ غير الخطاب من نون النسوة إلى خطاب المذكر. قال لك ليش؟ قال لأنه إذا دخل الذكر في الخطاب فيخاطب الذكر دون النساء، أو مثلا يقول السلام عليكم فخوطب الذكر دون النساء لوجود النبي صلى الله عليه وآله، فما قال إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس، عنكم. لماذا؟ لوجود النبي محمد صلى الله عليه وآله ووجود الإمام علي عليه السلام. إذن الخطاب انتقل من مخاطبة النساء إلى مخاطبة الرجال والنساء، الرجال والنساء. طيب من ضمن النساء نساء النبي صلى الله عليه وآله. إذن تبقى المشكلة على الشيعة هي نفس المشكلة، أنه أنت قلت أنه الخطاب للمذكر فدخل النبي والإمام علي عليهما السلام مع النساء، فلذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله مشمول، وكذلك نساء النبي مشمولات. واضح؟ فبقت نفس المشكلة. إذا نساء النبي مطهرات، والخطاب الذي وجه للذكور اللي هم النبي محمد صلى الله عليه وآله والإمام علي والحسن والحسين أيضا مطهرين، كلهم مطهرون حسب ما نورد في السياق. فشنو الجواب على هذا الأمر؟ إذن أول نقطة فهمناها أن السياق في نساء النبي. النقطة الثانية اللي فهمناها أن الخطاب انتقل من نون النسوة إلى جمع المذكر إلى المذكر، لأنه المذكر طلب، ومعروف في لغة العرب عندما يدخل المذكر نخاطب المذكر. يعني مثلا أنا دخلت على بيت أو في جماعة موجود نساء وموجود رجل واحد، ما يصير أقول السلام عليكن، لازم أقول السلام عليكم لأنه الرجل موجود. زين، هذه النقطة الأولى. طيب شنو الجواب عن هذه المسألة؟ الجواب هنالك خطاب عام وهنالك خطاب خاص. من الذي يحدد الخطاب العام ومن الذي يحدد الخطاب الخاص؟ وهل القرآن ذكر هذه المسألة أو لم يذكر هذه المسألة؟ هنالك قضية في القرآن تسمى يعني الإقلاب أو التحويل، تحويل الخطاب من مخاطب إلى مخاطب آخر. يعني عندما كان يخاطب يوسف يقول أعرض عن هذه، مثلا أعرض، ثم مباشرة في نفس الجملة قال واستغفري لذنبك. فالخطاب القرآني دليلنا القرآن والآيات كثيرة، لكن الآن في صدد الجواب سريعا أنه الخطاب ممكن أن يتغير وهو في جملة واحدة. لذلك هنا الخطاب تغير لا لأنه وجد النبي محمد صلى الله عليه وآله فالخطاب ينتقل بخطاب الذكر الأنثى، وإنما لأنه خص هؤلاء بالتطهير دون غيرهم. شنو دليلك على هذا القول؟
شنو دليلك أن الخطاب خص بهذه المجموعة دون غيرهم؟ دليلي من نزل القرآن عليه وهو الذي يفسر القرآن. ماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك حتى تفهمون هذه الآية لمن جاء بمحدد، لأنه نساء النبي أهل البيت لفظ عام يشمل أهل البيت ويشمل الأقارب ويشمل العام ويشمل معروف منه. لذلك في حديث زيد بن أرقم عندما قيل له نساؤه من أهل بيته قال لا. حديث آخر في نفس الصفحة قال له نساؤه من أهل بيته قال نعم. طيب شلون هذا أيضا تناقض؟ نساؤه من أهل بيته قال لا، ونساؤه من أهل بيته في نفس الصفحة قال نعم. فماذا حتى يبين زيد بن أرقم ماذا قال؟ قال نساؤه من أهل بيته لكن أهل بيته من حرموا الصدقة. فشنو فهمنا؟ فهمنا أنه نساؤه من أهل البيت بالمعنى العام، أنا زوجتي من أهل بيتي، لكن الخطاب المراد في هذه الآية هو خطاب معين، نساء أهل البيت تشمل هؤلاء الذين عينوا. ولذلك لما سئل زيد بن أرقم قيل له يا زيد من هم أهل بيته؟ قال أهل بيتي آل عقيل وآل جعفر وآل علي بن أبي طالب وما شاكل ذلك. أنت ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا الذي يتكلم معك والصحابة الذي كانوا إنما سألوا زيد بن أرقم لأن النبي تصرف تصرفا بين أن هؤلاء لهم مكانة غير المعنى العام المفهوم عندهم، ولذلك التجوا إلى صحابي من صحابة النبي يقولوا له من هم أهل بيتي؟ يعني ما معناه لأننا رأينا النبي يتصرف تصرف ليس التصرف قال لهم نعم النساء من أهل بيته، لكن النساء أهل بيتي الذين حرموا الصدقة، وعائشة تأكل الصدقة، يجوز الصدقة على زوجات النبي بينما على أهل البيت ما يجوز. فأخرج الزوجات وأدخل أهل البيت. 2 3. أخونا الكريم، أنا ضربت هذا المثال سابقا والآن أضرب، أو خلي أضرب لك مثال آخر. أنا مدرس أو صاحب شركة، قالوا شلون شركتك؟ قلت لهم الشركة كلهم جيدون ومواظبون وكذا وكذا، واضح؟ فقالوا لي من أفضل أو من تعتقد أنه الذي يستطيع أن يصلح الجهاز هذا أو الذي يمثل الشركة؟ أنا قلت الذي يمثل الشركة أحمد، الذي يمثل الشركة أحمد. يعني ضمن رأيي إذا يجي محمد ما يمثل الشركة، إذا يجي ميثم الموسوي ما يمثل الشركة، إذا يجي وعد الله. ليش؟ لأن مالك الشركة قال الذي يمثل الشركة هو أحمد. النبي محمد صلى الله عليه وآله لما كان الخطاب عام حتى لا نجي بعد 1400 سنة، فماذا فعل؟ جاء بمحدد، جاء بغطاء، وحتى لا نتوهم قال أنه هؤلاء هم أهل بيتي. من هم؟ اللي أنا حددتهم ولفيتهم بالكساء. الآن هذا قلم وهذا قلم وهذا قلم وهذا قلم، هذه أقلام. يقول لك ما هو قلم السيد ميثم الموسوي؟ طبعا راح أعطيه هذا القلم السيد ميثم الموسوي، هذا أغلاهم يستاهل. ما هو قلم السيد ميثم الموسوي؟ ماذا أقول؟ تعرفون قلم السيد ميثم الموسوي؟ هذا المحدد هو قلم السيد ميثم الموسوي. الآن لو سألتك هذا قلم سيد ميثم تقول لي لا، هذا تقول لي لا، هذا تقول لي لا، أقول لك هذا تقول لي نعم. ليش؟ لأن أنت حددته بالكساء.
انت لفيته. فالنبي قال لهم من أهل بيتي؟ قال هؤلاء أهل بيتي. أم سلمة لما وجدت هذه مكانة عالية والنبي خصهم بخاصية دون غيرهم، قالت له أنا أدخل معهم. ليش أدخل معهم؟ لأنه منطقة غالية، هاي منطقة فوق، فردت أصعد إلى فوق. قال لا يا أم سلمة أنت لا خير، لكن هذه منطقة خاصة محددة، هذول أهل بيتي، لكن أنت على خير. لكن هنا كل الخير، فرق بين الخير وبين مطلق الخير، فمطلق الخير هو الذي لفهم تحت الكساء، هؤلاء هم مطلق الخير. هذا شرح باختصار للآية، وإن شاء الله عندما نفتح موضوع آية التطهير نتوسع في هذا الأمر. أسأل الله أن يبارك فيك وأن أكون قد وفقت في إيصال معلومة بسيطة. شكرا لكم. بارك الله فيك أخونا، أثابك الله وغفر لك وبارك فيك. رحم الله والديك. شكرا لكم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب، قبل أن أستقبل الآن نبدي على بركة الله تبارك وتعالى مع